وما تعتبريهاش مشكله ولا حاجه، هي سهله وبسيطه، عشان ما تصرفيش فلوسك على الفاضي، وعشان ما تشتريش منتجات كتير وما تلاقيش منها نتيجه، وهي اصلا الموضوع ناتج عن يا اهمال في الروتين او مش عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط. فممكن تكوني بتعملي حاجات معينه هي اللي بتزود لك المشكله دي. مبدئيا مشكله الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء بتبقى ناتجه عن انه في عندي حاجات تراكمت جوه المسام بتاعه البشره، سواء بقى بواقي ميك اب، تراب، اي حاجه بتتعرض لها البشره او سطح البشره الخارجي ليها بتنزل جوه المسام وبتقفلها. وبيجي بعد كده الجلد الميت اللي هو بيتجدد كل 28 ل 30 يوم، البشره بتجدد نفسها، بيجي بيتراكم على سطح البشره الخارجي فبيقفل لي خالص على المسام. فانا كده بقت عندي مشكلتين، بقت عندي مسام جواها حاجات مقفول عليها بخلايا جلد ميت. يجي بقى هنا دورنا احنا نعمل ايه. مبدئيا كده انت لازم تهتمي بتقشير البشره، انك تعملي لها سكراب على الاقل مره واحده في الشهر، علشان تساعدي خلايا الجلد الميت اللي تراكمت على سطح البشره انها ما تبقاش موجوده، وتقفلي البشره حتى لما اجي احط عليها اي برودكت ما بتعرفش تستفاد منها كويس. تاني حاجه، لو حاطه ميك اب على بشرتك اتاكدي ان انت بتشيليه كويس جدا عشان خاطر ما يتراكمش جوه المسام ويقفلها لك. لو بتستخدمي اي حاجه للترطيب تقيله على بشرتك وانت بشره دهنيه، حاولي تستبدليها بحاجه تكون خفيفه مناسبه لبشرتك علشان خاطر برضو ما تقفلكيش المسام. نيجي بقى للروتين بتاعنا، والروتين بتاعنا لازم يكون فيه احماض مقشره زي السالسيليك اسيد مثلا والجلايكوليك اسيد. السالسيليك بيشتغل على انه ينظف المسام بعمق، والجلايكوليك هيقشر لك البشره. وهتلاقوا انا عامله فيديو فيه كل الروتين اللي ممكن تحتاجيه، اسمه روتين اقتصادي للبشره الدهنيه، جايبه لكم فيه شويه برودكت فيها المكونات دي كلها، وفي نفس الوقت سعرها حلو جدا، تقدروا تشوفوه. وبس كده.